ولكن للنساء خلق الرجال وللرجال خلق النساء. أي بنية اسمع بمرأة تكتب هذا الخبر لبنتها، أو لا تعلموا عادي حريوة وقعي مرأة ادعسي أبوه، لا تفلتي له، دقي خلصي عليه ضباب، تعالي نجعل بدك ما شاء الله يسنب لك لا يدور مرة ثانية وما تحصل يعني خلال السنة ولا معيشين أدي الله ليه مرأة على ما يقول أصحاب البلاد ما كله سهل ما جاء يجزع. ليش؟ لأنه خط قاجت من أول يوم تدفع نفسها أنها العمدة وأنها الرجال وأنها صاحبة الكلمة وأنها صاحبة القرار، ولا يمكن لا يمكن لأبوه وأمه يبزوا عليها. صلي على النبي، مو يبزوا عليها، يبزوه هذا الذي أكلوه وربوه ودولش رجال الله يحفظه. لا صاحب الناس أن الرجال عبارة عن متر أتحمل وتوكل، هذا رجال حسي إنه رجال جاء من بيت وجاء من أسرة وتربي عند أسرة وما جاء دورها إلا على كتاب وسنة بيشطفها ما شاء الله وجع السوق ملان. هذه بني المرأة توصي بنتها تقول لها أي بنية إنك فارقت الجو الذي فيه ترعرعتي، يعني تربيتي بينه وخرجت منه وخلقت أيضا للعيش فيه. قالت وخرجت أو رحلت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. قال فاحفظي عني خصالا 10. توصي بنتها بكم يا أحبتي؟ أيوة احفظوهن سوا هذه مع هذا 10 ماشي لا الدورة. قال عليه الصلاة والسلام حتى هذا النغمة هذه حلوة، أبو سارق ينبهه يصلي على النبي يرده. صلينا على سيدنا رسول الله. قالت احفظي عني خصالا 10 يكن لك ذلك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. خشوع وقناعة به أكلنا ما بش مشينا ما بش جاوع ما اديش ما صرفش ما حسش عليا ما تدي لأبوه وأمه وتبدأ تفعل لها كشف ما تدي لأبوه حتى لو لا تدي لأبوه حتى يدي لأمه أيضا. لا تملي قلبه على أبوه وأمه ولا هو يملي قلبه على أبوه وأمه أبدا. يمزوج عيش لا تجرحها ولا تجرحك. المرأة تقول لا أنت خليش هكذا عندك خشوع ولين أيضا وحسن السمع له والطاعة تسمعه. لا تسيريش بيت فلان حاضر لا والله لا سرح وانت في براسك اعمله ايه سارح لي دورنا أنا يعني غريب واحنا مفتهنين. تقول لا تخرجيش والله لا خرج، لا تعملي والله لا عمل. صلي على النبي من جات لنا الحي هذه. في جاي يقول لابوها قالوا احنا بنتنا مؤدبه يا اخي ما انتش داري معك من بضاعه. هي كان عندك بالبيت ما شاء الله ما شاء الله وتعينها حلوه واموره، لكن وصلت عندنا طلعت يعني بايظه. كيف نفعل؟ بالسمع والطاعه. لا سمع ولا طاعه. لا تخرجيش حاضر لا تعمليش حاضر. اضرب لكم مثلا قرب المثل مثلا كثير على ان نستوعب اكثر لكم وللبنات. تامل معي لو انه مثلا قال لها مثلا قالت اشتي خرجت التحفيظ مثلا أو عند الجارة ولا عند زميلتي معها عرس معها أنت عارف حقا ما شاء الله الكشف حقا موجود، أعراس وحفلات وتخرج ويوم الميلاد ويوم الاستشهاد ويوم الختان ضروري عيب. هذا جدول ضروري ما يتملي. فلو قال لا تسيريش، لو قال لا تسيريش قالت يلا خير طيب ابشر. عايج شوي يفكر تعالي بس ساعة ورجعتي صح؟ تقول لك على طول. لكن لو قال لا تخرجي قالت والله لا أخرج والله ما تخرجي قالت قاسما بالله لا أخرج. شدوا بينهم عملوا مشكلة تفاوتوا ضاربوا طلق. أي عدم مرة. لو أنها قال لا تخرجيش قالت له حاضر بو سمع بو طاعة مش من أجل يعني إنه من أجل القوة. والله لو كلمة طيبة عاد تسمع وتطيع ما بش داعي للدخل والخرج أصلا. البنات دائما طبيعة بغير رضا أحيانا بعضهم إلا من رحم الله يحبين الخرجة والدخل بغير الرضا. لو كان سبحان الله كانت بيتهم مدلوعة ومحترمة وتخرج حماية تشتي هذا كان عند أبو الله تعالى لكن تزوجت خلاص انتهى البرنامج. ينبغي عليه أن تسمع وأن تطيع. لا تخرجيش أبشري اعملي بالمعروف مش نجي يشتي رأيه بالقوة عليها. والله إذا حصل الزوج ما شاء الله محترم وطيب وعامل بالمعروف تعيش معه.
فأول وصايا المرأة هذه لبنتها قالت يعني أنت خشوع وتذلل وسمع وطاعة. ثم قالت أيضا والثالث والرابعة فالتفقد، تفقدي موضع عينيه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا طيبا. ما رأيك؟ مش تستقبلك بالعلي عدو جاء. أين أنت لذا الحين؟ ناس معك مرة صح يا ابن 60 كلب صح؟ قل لا إله إلا الله عين احترمي نفسك. عاد رجاك ايش يضبط نفسه شوية ما شاء الله وقال جهزت لله طفشة وخبر ما حد يقوله. الماء قالت هنا قالت فتفقدي موضع عينه لا تقع منه عينه إلا على حاجة حلوة صح؟ ولا يشم منك إلا من ريحا طيبة، مش تجيب بصلة بعفنة بكلها لا ما نان خريط هذا مرة تعد مسمني شغالة بالطباخة ما بش حاجة شوي فول ما باقي معين بو حاجة يا أخواني غير هذا. الحين تتصل لها تقول لها تشتي أنا جاي أشد معك جبن وطحيني وفول وفاصوليا وخبز وشاي وكذا كل اللي علي وأنت مو علي، هي علي فقط تصب الله صح. وكم منا وقالتك أني بالموت لا إله إلا الله بمو عملتين قال دوكن معي من السوق وأنتي مو عملتين لا تعبت صاحبتنا والله تعبانة وزهقانة ومصدعة ومريضة وضروري طوارئ وروح المستشفى ويوم الله محلق على شوية ويخرج منك الجبن والطحين من النخل وأنا قعدتنا. فحين لا تقع عينه إلا على من على حاجة حلوة. تصور أحيانا حتى التجديد أحيانا والتغيير حتى بمواضع الملابس أحيانا. يا أخواني بالمستشفى العملاقة كنت أدخل مستشفى جامعة العلوم كان معهم طبيبة هذه هندية كانت متخصصة يسموها هذه الأخصائية النفسية. الشيء الأخصائية النفسية هذه من متى فقط تمسح الثلاجة الشاشة الورد تنقل من مكان إلى مكان. الثلاجة كانت هنا تنقلها هنا السرير تحول من مكان إلى مكان. عمل رائع. تدخل أنت الحين الغرفة تفتح النفس صح عكس بعض العيادات تدخل ما شاء الله وقعدوا سفل معش عيادة قاعدوا سفل شمة وقعدوا زيارة وبلايا خلاص تخرج وأنت مريض نرجع نوسم لي مرة ثانية حق الخرج حق ما ودخل. هذا كان أنيق ونظيف ما شاء الله ومحترم. لا تقع عين الرجال على من المرأة إلا على حاجة حلوة. يا بنتي أنت عاد تتزوجين تعالي لا أسمع منك إلا كلام طيب ولا يجي من عند الرجال إلا كلام طيب. لا ترفعي صوتك عليه لا تقلي أدبش عليه احترمي أبوه واحترمي أمه بربكم. هذا الوصايا البنت من بيت ما تنسيها لا قد قال بنت احترمي أبوه واحترمي أمه وانزليهم منزلتهم واحترمي زوجك وقدريه وعزيه وحبيه والله تقول لي بعض الأخوات والله أنها كانت أحيانا من فرط حبها لزوجها إذا جاء من سفر كما كان أنها تدني وتحب ركبه وأحيانا ما يجي ولا معه شيء لكن تدني تحب ركبه وتحب حق الجزم. فقال كانت أحيانا تحرجني جدا أمام أبي أمي لكنها وضعت لي قدرا واعتبارا عند أبي أمي فرفع الله قدرها ومقامها بالدنيا والآخرة.